عقلك ده عامل زي جوجل، لو سألته سؤال غلط هيديك إجابات هتوديك في داهية. عمرك سألت نفسك هو أنا ليه قلت الكلمة دي امبارح وفضلت سهران للصبح تحللها؟ ده اسمه الأوفر ثينكينج أو التفكير الزيادة. عقلك بدل ما يفكر عشان يحل بيفكر عشان يقلق، بياخد موقف صغير حصل ويعمل منه فيلم درامي نهايته كارثية، بيخليك تبقى بطل فيلم رعب وكمان أنت المؤلف والمخرج. عارف لما تسيب طفل صغير لوحده في أوضة مليانة مكعبات؟ ممكن يبني برج وممكن يكركب الأوضة كلها. عقلك هو الطفل ده، والمواقف اللي بتحصل لك هي المكعبات. لو سبته من غير توجيه هيكركب لك دماغك بسيناريوهات بقى ملهاش أي لازمة، زي طب لو كان قصده كذا، طب لو أنا رديت وقلت كذا، أكيد هو دلوقتي بيكرهني. عشان توقف الدوامة دي في فنية أنا عايزك تجربها اسمها فنية ال10 دقايق. لما تلاقي نفسك بدأت تفكر زيادة في موضوع معين قول لنفسك تمام، أنا هديلك يا عقلي 10 دقايق بالظبط من الساعة كذا للساعة كذا تفكر وتقلق فيهم براحتك. بعد ال10 دقايق دول هنقفل الموضوع ده. هتلاقي حاجة من الاتنين حصلت، يا إما هتكون زهقت من كتر التفكير في ال10 دقايق دول، أو عقلك هيقولك خلاص الموضوع مش مستاهل كل ده أصلا. الخلاصة أنت مش أفكارك وبس، اتعلم إزاي تدير الحوار اللي في دماغك بدل ما هو اللي يديرك. سلام.